يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ شايفين الجمال؟ تعالي اعلمك ازاي تعملي احلى طقوس بطعم مميز جدا. انا بالنسبه لي الطريقه دي كانت مختلفه شويه غير العاده اللي بعملها، دي طريقه جيجر بيبي، بس طعمها بصراحه مميز. احتاجت فيها دبس رمان، ودي كانت بالنسبه لي حاجه جديده جدا. هحتاج كده معايا عصير طماطم، طماطم بيور كده عصرتها في الخلاط، نص كوبايه مرق ومعجون طماطم، ومعلقه توم مفروم، وبهارات لحم وملح وفلفل وكركم ولومي وجنزبيل بودر لو عندك، ونص معلقه سكر. جبت على النار كده جدر، حطيت فيه معلقه الثوم، حركتها شويه كده طلعت ريحتها، نزلت بالبهارات ومعلقه السكر. ودلوقتي نزلت بنص علبه من معجون الطماط اللي هي بما يعادل معلقتين كبار، ومعلقه من دبس الرمان اللي قلت لكم بالنسبه لي كانت غريبه، بس حرفيا مديه للدقوس طعم مميز جدا. بعدين نزلت بالكوباية الطماطم المضروبة في الخلاط ونص كوباية المرق، وبس كده خلاص قلبتهم على النار لغاية ما غليت شوية، حوالي 10 دقايق على نار هادية، وقدمتها. بتقدميها مع كل أنواع العيوش أو المربيان، طعمها حرفيا خطير. يا رب لو كنتوا استفدتوا ما تنسوش بالتعليق يسعدني ولايك، وتعالوا معايا على اليوتيوب والفيسبوك بس مع رنا العبودي، ويرحم أمي وأبويا ويغفر لهم يا رب.